يا صباح الفل والياسمين على اجمل متابعين. واول ظهور لخطيب نورهان اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي. الصراحه نورهان الاول، بس نورهان اللي قتلت والدتها في بورسعيد في بور فؤاد. اللي ما يعرفش القصه، الفيديو اللي قبل ده على طول انا حكي فيه كل حاجه. قتلت امها بالشاكوش وبالميه المغليه علشان خاطر شافتها مع عشيقها، وحول الله يا ربي. والمهم هي دلوقتي مقبوض عليها هي وعشيقها. طيب خطيبها بقى جه قال ايه واضاف ايه، وباباها قال ايه؟ باباها اولا قال انا ما قلتش ان انا هرفع لها محامي ولا هدافع عنها ولا قلت الكلام دوت، وسيبوني في حالي. انا ولي ولين وتعبان جدا طبعا. يعني زوجته حبيبته هو كان بيحبها جدا، وعندها 42 سنه، صغيره، اتوفت يعني بطريقه بشعه، والابشع اللي بنتها هي اللي قتلاها. يعني عايزين اكتر من كده ايه؟ نصيبه جاياله. فهو الصراحه ربنا يكون في عونه. فمرضاش يظهر، بس اتكلم بصوته في العربيه وقال ارحموني، انا ما قلتش الكلام ده، ما قلتش هجيب لها محامي ولا حاجه، وانا لحد دلوقتي ما شفتش بنتي خالص، ولا عايزه اشوفها خالص غير لما اعرف ان هي بريئه ولا لا. فقالوا له ان هي اعترفت. قال الكلام دوت مش صحيح، احنا لسه ما نعرفوش. هم قالوا لي جيب محامي عشان يطلع على القضيه ويحكي لك ايه اللي حصل يعني، والبنت قالت ايه. لكن يقال البنت راحت مثلت الجريمة واعترفت خلاص. المهم ان البنت طبعا لحد دلوقتي في النيابة ومش هتطلع، لان هي اللي قايله التفاصيل دي كلها اللي احنا قلناها في الفيديو اللي قبل كده. فالراجل يعني صراحة قال لو هي سبب طبعا تاخد جزاتها، وانا مش هرفع لها محامي ولا حاجة طبعا، والقانون ياخد مجراه، واللي عمل كده سواء هي ولا هو يتعاقبوا بقى قانونا. اما خطيبها جاب لي المراره الصراحه، وانا يعني الواحد مش ناقص من كتر اللي بيسمعه. قاعد وكاني بيحكي على امجاده وعلى ايام ولياليه معاها ومع والدتها، وانا كنت وعمال يحكي على نفسه. واصلك انا اتجوزتها جواز صالونات يعني، او خطبها خطوبه صالونات. اتعرفنا على بعض عن طريق حد من تبع والدها، واتخطبنا 5 شهور. ولما شافتني اعجبت بكلامي وباسلوبي وبطريقتي، وقالت يكفيني طريقتك، يكفيني كلامك، يكفيني تعليمك، يكفيني. وفضل يتكلم طول القعدة ما شاء الله، يتكلم عن حياته وعن نفسه. اتكلم طبعا على مدام داليا كويس جدا، ما اتكلمش على نورهان كتير. كل اللي قاله ان هي يعني مش عارف ان كان ممكن تعمل كده ولا لا، وان الولد اللي كان معاها ده كان شافه مرتين 3، لدرجة ان هم الجيران قالوا الاشكال دي ما تدخلش بيتنا، وان الولد دوت شكله صايع جدا وشكله بيئة. ولدرجة الجيران ما كانتش حباهم خالص، يعني حابة العيلة دي كلها والولد ده خاصة، يعني هما كانوا جيران في البيت اللي في الوش. فبيقول شكله يعني يعلم بيه ربنا، وشكله ما اعرفش ايه. وبس ده اللي قاله على العيله. وقال العيله طيبه جدا جدا، وولادها طيبين زيها، الولدين ادم واحمد. والعيله كويسه جدا ومحترمه، وما سمعتش منهم لفظ خارج نهائي طول ما انا ال5 شهور كنت بروح عندهم او بتكلم في التليفون. بس ده هو اللي قاله، ما قالش اي حاجه تانية. وصراحه نرفزني جدا في اللقاء، لان كل اللقاء على نفسه وعلى اسلوبه وعلى طريقته، وما اتكلمش في صلب الموضوع يعني. المهم ان هو ما دفعش على نورهان زي ما قالوا، ولا هيجيب لها محامي ولا حاجه. ولما يبقى في جديد هقول لكم طبعا.